السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. كل سنة وانتوا طيبين ورمضان كريم عليكم وعلى حبايبكم. اول حاجة النهاردة بقى ده اول يوم في رمضان، نعمل بقى اول يوم رمضان بقى الافطار بتاعنا النهاردة. بسم الله ما شاء الله، بالصلاة على النبي، اللهم صل على النبي، بسم الله ما شاء الله. دي لحمة بقى النهاردة، قلنا ايه بقى لها بط بقى النهاردة عشان متعودين نعمل أول يوم رمضان بط، نعمل بقى النهاردة لحم. بسم الله ما شاء الله. أنا كده بقى اللحمة جايباها كده وغسلها شطفها يعني شطف كده عشان دي لحمة بلدي، والمية بتاعتنا غليت، حطت لها بقى قطاية وجزراية ورق لوري ما شاء الله، والمية بتاعتنا غليت. نسقط بقى ايه اللحمة بتاعتنا، كلنا طبعا عارفين اللحمة ايه بتتعمل ازاي. بسم الله ما شاء الله. بس برضه حبايبي البنات الصغيرين اللي ايه لسه جداد، بنعرفهم ايه اللي ودول حبيتين نوى البلح بيسرح في سوى اللحمة. بأول حاجة بتخلي الأنسجة ناعمة وبتسويها على طول، ودي ماسورة حلوة بقى كده بنحطها ايه مع اللحمة تتسلق علشان ايه تديها شوربة جميلة كده. أول حاجة أنا كان عندي بقى إيه لحمة معصجة شايلاها في الفريزر، فقلنا نعمل بقى صينية جلاش باللحمة. اللهم صل على النبي. فاللحمة دي كنت معصجاها وكنت شايلاها إيه في الفريزر إيه جاهزة، يعني أنا هحطها على البوتاجاز تسخن كده لحد ايه ما نظبط الصينيه بتاعتنا كده. بسم الله ما شاء الله. انا سقطت اللحمه وما بحطش الايه التوابل البهارات بتاعتها الا لما تغلي شويه، عشان انا حاطه فيها ماسوره بيبقى فيها ايه ريم. فانا بقى لما غليت شلت الريم بتاعها. اللهم صل على النبي. وحطت لها بقى الفلفل، فلفل اسمر، وحطت لها حبهان، وحطت لها بسم الله ما شاء الله نص معلقه جنزبيل، واسيبها بقى ايه تستوي بقى مع نفسها. اللهم صل على النبي. نعمل بقى ايه صينية الجلاش، عايزين ياكلوا جلاش باللحمة، فقلنا نعمل ايه عندي لحمة معصجة نعمل ايه صينية الجلاش. اللهم صل على النبي. طبعا انا صينية الجلاش انا عندي الصينية مدورة، واحنا بقى ايه افردها كده علشان ايه اقص على قد الصينية وتبقى مدورة. انا عندي واحدة طويلة بس ايه المدورة اكبر شوية. اللهم صل. انا بقيسها كده، افرد لفه الجلاش وبقيسها كده وبقص بقى ايه من الشمال ومن اليمين، بحيث انها ايه ما يبقاش في حاجات يعني في الجناب طويله شويه، والحاجات دي كلها مش بنرميها، بنحطها برضو في نص الصينيه كده. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. كل سنه وانتم طيبين يا حبايبي، ورمضان كريم عليكم وعلى حبايبكم. انا بقى حته سمنه بلدي حلوه كده، حطيت حبه كده في الصينيه ودهنتها من كل ناحيه. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. يا ريت السنه كلها رمضان يعود عليكم الايام بخير يا رب، يا رب يعود عليكم رمضان بخير يا رب، ويجعلنا كده زايدين ومش ناقصين يا رب. بسم الله ما شاء الله. انا دهنت بقى الصينيه كلها سمنه كده، وندهنها بقى نحط بقى ايه راقه وراقه كده. اللهم صل على النبي. اهو الواحد بقى لما بيقصها ما بتبقاش طويله قوي. وطبعا اللطرف اللي انا منزل قطعتها دي كلها برضو بنزلها كده في النص وبرشش عليها شويه سمنه، وما بتبانش بقى ان ايه ان في حاجات تانية في النص. بسم الله ما شاء الله بتبقى تحفه بصراحه. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. انا بقى بحط رقه ورقه كده وارش برضو سمنه. بسم الله ما شاء الله. بتبقى خفيفه وحلوه، يعني الواحد ما يتقلش فيها السمنه، عشان ايه اما بتبقى الجلاش بيبان فيه السمنه كتير، يعني ما بتزودوا له السمنه بيجزع، انما لازم ايه تبقى سمنته يعني معقوله، لا تقيله قوي ولا خفيفه قوي. اللهم صل على النبي. وده اللحمة بتاعتنا اللي احنا كنا ايه اللي انا كنت شايلاها في التلاجة متعصجة يعني. بسم الله ما شاء الله. انا حطيت لها بقى ايه اللحمه ديت يا حبايبي الفلفلايه، ونحط لها فلفل الوان، وبسم الله ما شاء الله. وانا كنت متبلاها كده كانت جميله قوي، وشايلاها عندي بقى في الفريزر. قلت ايه الواحد يبقى يطلعها تبقى جاهزه كده، الواحد ايه مستعجل تبقى جاهزه يطلعها على طول. الحاجات اللي بتبقى جاهزه ديت يعني ايه بتسهل على الواحد، بيبقى فيه شغل كتير في رمضان برضو، انما الحاجة لما بتبقى متوضبة ومتشالة في الفريزر ما بتاخدش وقت الحاجة معانا. ايه الصينية اتقفلت اهيت وما خدتش برضو ايه معانا وقت. اللهم صل على النبي. شايفين بقى انا كل اللي انا قطعته حطيته بقى في النص كده ومش باين اي حاجة.
ما فيش حاجة بتترمي. بسم الله ما شاء الله. اللطرف اللي احنا قطعناه ودهناها بقى كلها سمنة كده. اللهم صل على النبي. رمضان كريم عليكم وعلى حبايبكم، وكل سنة وانتوا طيبين يا حبايبي. انا بقى مسكتها بقى قطعتها كده كلها. انت بتقطعي حسب ما انت عايزة، قطعي كبير قطعي صغير، اللي انت بتحبيه اعمليه. اللهم صل على النبي. انا بقى مسكتها قطعتها بقى كلها كده، وبقى ارجنها على جنب، واشوف بقى ايه نعمل صينية رز معمر. صينية الرز المعمر دي اول حاجة الصينية ديت بتاخد ايه 7 كوبايات رز، يعني بتاخد بتاع حوالي كيلو وربع كده. انت ما انتش عارفة تعايري بالكوباية، ممكن تميلها على جنب، يبقى نص الصينية فاضي ونص الصينية ايه مليان. يعني بسم الله ما شاء الله. انا مسكت الرز بقى زي ما انتم شايفين كده، غسلته وحطيت نص معلقه سكر ومعلقه ومعلقه ملح. اول حاجه السكر بيعادل الملح، مش هتحس ان فيه سكر بس بيديها طعم جميل. اللهم صل على النبي. دي الزبده يا حبايبي اللي انا كنت عاملاها معاكم. في يعني جزء كنت عاملاه بقى قوالب صغيره كده، بحيث ان لما اكون عايزه اعمل صينيه رز ولا حاجه، بدل ما اطلع قالب كبير واخد منه، بيبقى القوالب الصغننه ديت بتبقى سهله اخدها على قد اللي ما استعملها يعني. وده كان عندي قشطه كده، كنت غاليه لبن وشايله قشطته، حطيتها معاه، ومعلقه برضو سمنه كده بلدي سايحه من اللي عندي. اللهم صل على النبي. انتوا عارفين الرز المعمر ده بيحتاج يعني تظبطيه في السمنه والقشطه والحاجات دي عشان يطلع يطلع جميل كده يعني. هو بسم الله ما شاء الله كان طالع تحفه يعني. اللهم صل على النبي. اهم حاجه ان انت تغلفي الرز بالسمنه، يعني السمنه كلها تغلف الرز. يعني بصوا اللهم صل على النبي، قلبتها كل السمنه في الرز كله مع بعضه مع القشطه مع السمنه السايحه، الرز كله اتغلف بالسمنه. وفضيت بقى عليه اللبن. كل كوبايه رز حط لها كوبايه لبن، هيطلع معاكي جميل. والصينيه زي ما انا بقول لك كده، تميلي الصينيه على جنبها كده وتشوفي نصها فاضي والنص التاني مليان، يبقى ده معيار الصينيه. اللهم صل على النبي. وحطت لهم برضو لازم تحطوا كوبايه ميه. ليه؟ علشان اللبن ما يكتمش مع الرز. يعني انا بحط مثلا لو هم 7 كوبايات احط 6 كوبايات لبن وكوبايه 7 ميه. بسم الله ما شاء الله. بيطلع بقى الله اكبر. وانا عاملاه في فرن البوتاجاز، مش في فرن غاز ولا حاجه. انا حطيته بقى كده في فرن البوتاجاز اهوت، واحطه بقى يستوي على ما اكمل بقيه حاجتنا برضو. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. وكان الرز بتاعنا بسم الله ما شاء الله قرب يطلع. قلت بقى بحط صينيه الجلاش تشمع من تحت شويه. وبعد كده ضربت لها بقى بضايه بشعرة فلفل اسمر بشعرة ملح، واضربها كلها ببعضها كده، وازودها بقى اللبن اللي هسقي بيه الجلاش. اللهم صل على النبي. كان يومنا النهاردة سهل وجميل، وفطرنا خفيف وحلو، ولا عايزين بقى طبيخ ولا عايزين بقى دي حاجة يعني. كنا عاملين البشاميل قريب، فقلنا بقى عايزين ياكلوا رز معمر، فقلنا بقى نعمل بقى الأكلة الجميلة بتاعتنا النهاردة. ده فطار أول يوم رمضان يا حبايبي. كل سنة وانتوا طيبين. ودي صينية الجلاش بقى سقيتها بقى باللبن والبيض وشوية الفلفل الأسمر وشوية الملح، وندخلها بقى الفرن. وده الرز المعمر بتاعنا طلع اهو. بسم الله ما شاء الله. حاجة كده فلة فلة. بسم الله ما شاء الله. وده الجلاش بتاعنا في الفرن اهوت، لسه برضو محمرش، هنسيبه برضو ياخد وش شوية وبعد كده نطلعه. ودي لحمتنا استوت اهيت، زودتها بقى وحيقتها بالملح. اللهم صل على النبي. وعملنا برضو شوية لسان عصفور. اللهم صل على النبي. كان حاجة جميلة جميلة. اللهم بارك اللهم بارك. وده بقى شوية الشوربة بقى اللي هنعمل بقى أحلى ملوخية. أحلى ملوخية بقى ديت أنا مشهورة بقى في العيل، ملوخيتي اللي ما فيش زيها. بسم الله ما شاء الله. أنا حطيت حتة تومة مهروسة في الشوربة الأول تغلي مع الشوربة شوية، وسقط لها بقى الملوخية بتاعتها. الملوخية بقى لما بتحط لها التومية بتبقى جميلة. وده الجلاش بتاعنا طلع اهو، وده التومية بقى اللي هنطش بها الملوخية. بسم الله ما شاء الله. اللهم بارك اللهم بارك. بسم الله ما شاء الله.
يا رب ارفع علينا البلاء والغلاء يا رب، ويعود عليكم الأيام بخير يا حبايبي. حطيت بقى معلقة كزبرة ناشفة مع التومية كده وهي بتتحمر، أحلى ملوخية وأحلى طشة بقى للملوخية. أهم حاجة لما تطشيها غطيها بقى ما فيش ثواني عشان الريحة بتاعتها ايه ما تروحش، وتلاقيها بقى مطرح ما عملت التومية الله عليها بجد، الله على الملوخية دي بجد، شربها شرب كده من جمالها. وده كان وجبتنا يا حبايبي النهاردة أول يوم رمضان. هذا الجلاش بتاعنا، وده اللسان العصفور، وده الملوخية، بسم الله ما شاء الله. واللحمة بتاعتنا مسكناها حمرناها كده وظبطنا دنيتنا، وكانت سفرتنا النهاردة الجميلة أول يوم رمضان. وكل سنة وانتم طيبين، ما تنسوناش بالاشتراك واللايك وفعلوا الجرس.